ازاي تنظم نومك في رمضان وتصحى فايق ومركز لشغلك ودراستك؟ اول حاجه لازم اعرفها لك وهي ليه النوم اصلا بيتلخبط في رمضان. النوم عندنا بيتلخبط في رمضان عشان 4 حاجات. اول حاجه معانا وهي ان احنا بنتقل في الفطار جامد، يعني انت بتاكل في الفطار وجبات جامده جدا، وده بيأثر على جوده نومك، وكمان بيخليك ما تدخلش في مرحله النوم العميق، وده طبعا اللي احنا مش عاوزينه. اللي احنا عاوزينه ان احنا ندخل في مرحله النوم العميق بحيث ان احنا ننام بجوده كويسه. تاني حاجة السهر بعد الفطار، حاول بعد الفطار ما تسهرش كتير، وطبعا خصوصا ان انت بتسهر تسمع مسلسلات وكلام فاضي وملوش اي لازمة. حاول تثبت مواعيد نومك وتنام كل يوم في ميعاد معين. تالت حاجة معانا وهي الكافيين زي القهوة او الشاي، حرفيا القهوة والشاي كفيلة ان هي تسهرك لحد الفجر. رابع حاجة معانا واللي هي اهم حاجة وهو روتين نومك في رمضان. روتين نومك في رمضان لازم يكون ثابت، ما تنامش يوم 3 ويوم 6 ويوم تصحى الفجر ويوم ما تنامش اصلا. ده كله بيخلي جسمك ما يعرفش يتعود على ميعاد نوم معين، فبالتالي ما بتوصلش لمرحلة نوم عميق ولا بتوصل لمرحله تثبيت النوم بتاعك. كده انا عرفتك الاسباب اللي هي بتخليك ما تنامش كويس ولا بتوصل لمرحله النوم العميق اللي انت اصلا عاوز توصل لها.